نتيجة كبيرة أكيد اليوم. بعض الناس كانت متوقعتها، لكن للأسف ما كانت بهذه القساوة. مع الأسف مثل ما قلتي بعض الناس كانت متوقعتها. أنا شخصيا ما كنت متوقع، يعني حتى نحن كلاعبين ككادر كمنتخب بشكل عام ما كنا متوقعين هيك نتيجة صراحة. أول ثلث ساعة كان الفريق صامت، بس صعب يصمد الفريق بالطريقة ل 90 دقيقة. فريق اليابان فريق محترم، ما في داعي يعني نصرح عن فريق اليابان، عنده نجوم، فريق كمنظومة يعني صعب صراحة، صعب يتوقف يعني لعب هيك ضد منتخبات عالمية وخسروا بنفس النتائج. فصعب نحن كفريق نصمد قدامهم بهالطريقة هيك. قدر الله ما شاء فعل، ما فينا نقول الا هيك. ان شاء الله نعوض بالجاي. تغييرات المدرب طلع مهاجم في فترات كان يحتاج انه يعزز النتيجة. هي شغلات مدرب، عرفت كيف؟ ما فيني كثير انا احكي بالموضوع، بس اذا هو شايف هيك يعني بتوقع نحن لعبنا انه ما ناكل نتيجه اكبر من هيك صراحه للامانه يعني. ان شاء الله بنعوض بالقادم، خلينا ننافس على المركز الثاني، نحن هدفنا من اول ننافس على المركز الثاني، وان شاء الله نتاهل للدور الثاني باذن الله. ان شاء الله. شكرا.